السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل شوية البسكوت القمر دول. البسكوت ده عارفين بسكوت ايه؟ بسكوت الويفر. عارفين بسكوت الويفر بتاع زمان؟ هو ده بسكوت الويفر بجماله وحلاوته. البسكوت ده طبعا بيتعمل طبقتين فوق بعض، وتفضل الطبقتين تتطبق كذا مرة ورا بعضها. بس الحقيقة في حد قال لي انا مش بعرف اطبقها تطبيقة كذا تطبيقة كده، يعني بتبوظ مني، الالوان بتخش في بعضها. فانا النهاردة جاي اعمل لكم هو نفس بسكوت الويفر، بس باشكال مختلفة وبطريقة سهلة ومبسطة جدا. مش هنطبق طبقات كتير فوق بعضها، هطبق حتة بس صوابع كده فوق بعضها اوريها لك ازاي. و... وتعالي بينا نشوف، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي الفيديو بتاعنا. معايا هنا كوباية من الزبدة، كوباية من السكر، وثلاث بيضات. طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة علشان ما تخليش الزبدة معايا. لو البيض ساقع هيخلي الزبدة ما تسيحش بسهولة. انا هنا فضلت اضرب لحد السكر بتاعي ما داب لحد ما يعني. معايا هنا الدقيق بعايره بالمعلقة. ده ضروري جدا، عايز اي دقيق بالمعلقة يا جماعة علشان الدقيق الكوباية ما تبقاش مكبوسة، فتبقى المقادير بتاعتنا مش مظبوطة. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، هعايرهم كلهم بنفس الطريقة دي، وطبعا هنخولهم. وهخلي كوباية رابعة على جنب علشان احنا مش عارفين الدقيق بتاعنا بيشرب سوائل ولا لا. يمكن نحتاجها ويمكن ما نحتاجهاش. معايا هنا معلقة من النشا، ومعايا معلقة من البيكنج باودر، ومعايا شوية ملح. وهبتدي اقلب البسكوت بتاعي. البسكوت ما بيتعجنش، نفضل نقلبه كده قدر الامكان بالمعلقة لحد ما يبتدي الدقيق يختفي. وبعدين هبتدي الم العجينة بصوابعي. اختبرها ازاي؟ اختبرها بايدي النجيفة. لو ما لزقتش في ايدي النجيفة خلاص هي كده تبقى خلصت، لان هي عجينة البسكوت كده كده لازم بتكون طرية. قسمتها كورتين كده. طبعا انا مش محتاجتش دقيق، وعشان محتاجتش دقيق فالعجينه بتاعتي مظبوطه. فطبعا لما اجي احط معلقه كاكاو لازم احط معلقتين زيت، لان الكاكاو شبه الدقيق بالظبط بيشرب سوائل. فعشان العجينه بتاعتي ما تنشفش وتشقق مني لازم احط لها معلقتين من الزيت. هنا معايا شوكولاته خام، بسيحها على حمام ميه، وحطيت لها معلقه سمنه بلدي ومعلقه زيت، وسبتها تكمل سيحان بتاعتها. انا معايا دي اول طريقه واول شكل انا بعمله. اولا الحلزوني ده دي واحدتين كده عملتهم كاختبار، يعني كده شكلهم عجبني. تحبي تعملي اي اشكال وانتي قاعده كده، اخترعي اي اشكال مفيش مشكله خالص. وعملت الدواير دي فوق بعضها 4 دواير فوق بعض. 4 دواير فوق بعض يدوني 4 طبقات، 2 بني واتنين فانيليا. هنا بقى دي الطريقة التانية، برضو سهلة جدا. بوريكي يعني طريقة تانية برضو. هت هتفرجي العجينة بين كيستين، ودي مهمة قوي بين كيستين علشان العجينة ما تقعدش تلزق منك و... وتبصم صوابعك كده وتبقى معلمة فيها. فالكياس دي بتبقى احسن حاجة بصراحة. بصي سهل قوي. وبعدين ترفعي الكيسة بالعجينة وتروحي حطها فوق منها وتروحي شايلة الكيسة، خلاص كده. دي الطريقة بقى اللي الناس كلها بتعملها، ان هم بيعملوا كده العجينتين فوق بعض وبيقعدوا يطووها شمال ويمين شمال ويمين، يفضلوا يطووها 4 5 مرات لحد ما تدي طبقات الويفر بتاع البسكوت اللي احنا كلنا عارفينه. انا وريتك الطريقة دي عشان تعرفي ان هي برضو طريقة سهلة والله. وعملتها صوابع كده. طبعا هي الناس بتعملها كده وبتبططها في الصينية على طول، انا عملتها بطريقة مختلفة شوية. الهيدر اللي بيطلع ده كله هحطه في العجينة بتاعة الشوكولاتة، مفيش مشكلة خالص، مش هتبان يعني. ودي صينية تانية هعملها طبقات برضو فوق بعضها. انا كنت عايزة اعمل 6 طبقات بس الحقيقة لقيت ان مش هينفع، العجينة مش مكفية، فاخدت الحتة اللي باقية دي عملتها يعني 4 طبقات او 3 طبقات، يعني 3 فانيليا و3. لا يا رب انا حطيت كل اتنين مع بعض، معلش سوري انا اتلخبطت شوية. هبتدي افرد العجينة بتاعتي قدر الامكان اسكنها في مكانها. اتظبطت معاكي ماشي، ما اتظبطتش مفيش مشكلة خالص، مش هتبان خالص. دي طبقات من تحت عمرها ما تبان، بس احنا عشان التصوير يعني لازم اظبطها، والطبقات تكون كلها مظبوطة قدام الكاميرا. لكن انتي في بيتك مفيش مشكلة خالص لو الطبقة يعني واحدة اقل من واحدة او كده، مفيش مشكلة خالص خالص. وخصوصا لو بتعمليها لولادك يعني وكده، مش بتعمليها لضيوف، مش هتفرق. وادي الطبقة البيضة، انا كده عملتها 4 طبقات برضو.
اخد الحتة الزيادة واسكنها في الحتة اللي ناقصة، وخلاص على كده ودمته، مفيش مشكلة خالص يا جماعة. بسكوت سهل قوي وطعمه حلو قوي، ويستاهل بصراحة ان الواحد يجربه. يعني اللي ما عملش بسكوت الويفر ده فاتوا ايام زمان وجمال البسكوت اللي كنا بناكله زمان. دي حتة العجين انا برمتها كده وعشان اسكنها في الحتت اللي باينة من الجناب. وخلاص انا خلصت معايا الصينية دي. طبعا الفرن سابق التسخين. بحط صينية في النص وابدلها كده، احطها تحت الشواية يا دوب حاجة بسيطة. دي اول صينية طلعت معايا. انا كان معايا هنا شوية مكسرات كده، على سوداني، على شوكولاتة اللي في العلبة ده كنت حاشية بيه حاجة وده اتبقى، فانا احتفظت بيه لتزيين اي حاجة، فحطيت 3 قطع كده على البسكوتة. وعلى فكرة المقصوصة اللي في ايدي دي او المصفى اللي في ايدي دي سهلة قوي قوي، بتسهل عليكي قوي قوي ان انتي تزيني الشوكولاتة. تنزل منها بمنتهى السهولة، ولا تلحوس الدنيا ولا تهدري كتير في الشوكولاتة ولا حاجة خالص. بس حطيت بقى وشكلت كده حتة في النص، حتت في الجناب سوداني، بس اي اشكال، اي اشكال تحبيها. مش حابة تعملي شوكولاتة خلاص مفيش مشكلة، البسكوت طعمه تحفة من غير حتى الشوكولاتة والله. عملت كام واحدة برضو بالشوكولاتة البيضة كده. بصي مفيش احسن من كده. دي بقى الصينيه طلعت سخنه، لازم اقطعها وهي سخنه لان هي من جوه بتبقى طريه شويه وهي سخنه. بعد كده بتبتدي تشد وتنشف شويه، لكن هي لما تيجي تاكليها بتحسي ان هي لا هي بسكوت ولا هي كيكه، حاجه كده بين الاتنين، حاجه طعمه جدا. انا حطيت عليها، قطعتها وهي سخنه، وحطيت عليها الشوكولاته برضو وهي سخنه علشان تسيح معايا وتفرد كويس فوق الصينيه. وطبعا جبت الاسباتشولا دي. بصراحه اللي اخترع الاسباتشولا دي بصراحه راجل عظيم، لان الاسباتشولا بتجيب لك اي حاجه في في اي طبق. وديتها التلاجة علشان تشد شويه. وهنا زينت شويه بالشوكولاته البيضاء. وهبتدي برضو، دي كانت برضو نشفت وشدت شويه في التلاجة، وهبتدي اعمل خطوط كده، اي خطوط عشوائيه. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. يكون الفيديو عجبك. اشوفك على خير، باي باي.